كان الكبير محمد كمال المصري وشخصية شرفنطح، وليه أسمى نفسه بهذه الشخصية؟ وليه كونها علشان ينافس كشكش بيه نجيب الريحاني؟ وبسبب ايه وايه اللي حصل؟ وليه رفضه للإنجاب ورغم ان هو تزوج 6 مرات لكنه رفض الإنجاب تماما؟ وايه سبب انه هرب من أبوه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال، ودايما اهم حاجة يا رب الصحة والستر وراحة البال. حبايبي وعيلتي وناسي، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، اللهم ارحم اختي واخي وابي وامي، وارحم جميع امواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا على الكومنتات الحلوة، التعليقات الجميلة، شكرا على الكومنتات والتعليقات السلبية البناءة، كلكم على راسي من فوق. وشكرا لحبايبي اللي نوروني، وشكرا لحبايبي اللي جم ونوروني وفضلوا معايا وفضلوا عيلتي وسندي بعد فضل ربنا. طبعا حبايبي وعيلتي وناسي، اتمنى منكم اللي ما اشتركش في القناة، اتمنى منكم تيجوا وتنوروني تنوروني وتشتركوا في القناة، واتمنى منكم لايك وسبسكرايب فضلا وليس امرا. حبايبي وعيلتي وناسي، زي ما انتم شايفين كده هنتكلم عن شخصية محمد كمال المصري. محمد كمال المصري المشهور بشرفنطح، هو من مواليد 11 أغسطس 1886 من حارة اسمها حارة مامس بشارع محمد علي، من أحد وأشهر أحياء مصر العريقة المشهورة. تخرج منها الكثير والكثير من الفنانين والفنانات، و اتوفى في 25 أكتوبر 1966 بسبب مرض الربو اللي ألزمه الفراس حوالي 12 سنة. فنان محمد كمال المصري ابتدى، أول ما ابتدى أبوه، أولا أبوه معلم أزهري في الأزهر، وكان عايش في حياة صعبة فقيرة، واشتهر ببخله الشديد بسبب الحياة المريرة الصعبة ديت. اشتهر ببخله الشديد، وإنه رغم ان اشتغل العديد من الأفلام، انه اشتهر انه كان بيحط فيه عزكم الله يعني قطعة كبيرة من القماش، يحط فيها يكنس فيها امواله ويحطها حوالين وسطه، وكان بيروح فيها اي مكان واي حتة، وكان يروح لكل الناس ومحدش يعرف بيته. وعلى الفنان محمد كمال المصري، اول ما التحق بالابتدائية في مدرسة الحلمية الابتدائية، وبعد كده التحق بالاعدادية، وبعد كده لما التحق بالاعدادية راح لمدرسة الخديوية، ودي كانت بدايته في الفن، علشان هو كان في مدرسة الخديوية كان في مدرس لغة عربية، أول حد اشتهر بيه ان هو يكون فرق تمثيلية في المدارس. وابتدى بقى يبتدي عشقه من الفن من الناحية دي، والتحق بالفرقة التمثيلية بالمدرسة بمسرح المدرسة. وابتدى عشقه هنا الشديد للفن. ابتدى بقى لاحظ ان يهمل دراسته، ابتدى يهمل دراسته. لما اهمل دراسته ابتدى عايز يهرب من والده بقى، لان والده كان معلم في الازهر، فعايز يهرب. فابتدى هنا بقى هرب على اسكندرية، وابتدى يشتغل كبلياتشو ويتنطط من هنا لهنا في جميع يعني بلياتشو في جميع المسارح اللي هي ايه، يمثل ايه عشقه للفن، وصله انه يبتدي كبلياتشو. وبعد كده ابتدى بقى مغرم جدا بالشيخ سلامة حجازي وشخصيته، ولدرجة انه ابدع في تقليده لصوته، لكن فشل رغم ان صوته كان حلو الفنان محمد كمال المصري، الا انه رغم ان هو كان صوته حلو لكنه فشل. وفشل كمان حاول كمونولوجيست لكنه فشل، لكن ابدع في الايه، في ان هو يمثل كمسرح في الافلام كسينما يعني. وابتدى بقى لما راح للاسكندريه بقى اقاليم مصر كلها، يعني محافظات مصر اللي هي بنها، طنطا، الغربيه، الدقهليه، اليوب. ابتدى بقى ان هو يتنقل هربا من والده، وفي نفس الوقت عشقه للتمثيل ويشتغل كبرياتشو. ابتدى بقى لما التحق بقى وغرامه بالشيخ سلامة حجازي، اشتغل في
فرقته. لما اشتغل في فرقته ابتدى بقى يتنقل واشتغل في فرقة جورج ابيض، وراح عرض نفسه ان هو يشتغل في نجيب الريحاني. نجيب الريحاني رفضه. لما نجيب الريحاني رفضه بداية، ابتدى بعد كده يشتغل معاه على فكرة، واشتغل معاه العديد من الافلام وتعاون معاه، لدرجة ان هو كان ثلاثي هو وبديع خيري ونجيب الريحاني ومحمد كمال المصري. كانوا الثلاثة يعني في المسرحيات كانوا في بينهم تعاون. لما بقى ابتدى ان هو ينافس لما رفضوا نجيب الريحاني رفضه، راح عمل شخصية، لان كان نجيب الريحاني مشهور بشخصية كشكش بيه. فكانت في شخصية في مسرحية العسرين الثلاثة 1946، ابتدى بقى الشخصية دي يستعملها كمنافسة لشخصية كشكش بيه نجيب الريحاني، علشان نجيب الريحاني بداية رفضوا. وبعد كده بقى كان اجتمعوا مع بعض وتعاونوا مع بعض، وقلت لكم زي ما قلت لكم كون ثلاثي هو وبديع خيري ونجيب الريحاني، والثلاثه عملوا تعاونوا كتير قوي، واشتغل كتير قوي في الافلام. سي عمر وابو حلموس، سلامة في خير، وعفريتة اسماعيل ياسين، وسفير جهنم، واشتغل حسن ومرقص وكهن. الفيلم ده اشتهر شهرة كبيرة عالية جدا. الا انه بقى اتجوز، رغم ان هو اتجوز 6 مرات، الا انه لما اتجوز 6 مرات رفض الانجاب، وكان بيشترط على اي حد من اللي هم اتجوزهم، لكن ما استحملوش. الا ان في واحده فضلت معاه الى ان مات خارج الوسط الفني. وكان بيقول ليه اجيب ضحايا جدد للحياه، لانه عاش حياه فقيره مريره، وبسبب كده هو رفض الانجاب. ابتدى بقى ان هو بقى يعيش في لما اتهد بيته، رغم ان هو كنز الاموال الطائله ديت، وبقول لكم كان بيبخل على نفسه جامد. وابتدى بقى لما بيته بقى اتهد في شارع محمد علي، راح في اوضه في السطوح في لقلعه، فضل عايش فيها. ابتدى بقى هنا يجيله الربو. لما جاله الربو، لما راح للدكتور، رغم ان هو كنز يعني اموال طائله، ان هو مات فقير جدا. لما مات فقير ابتدى بقى ان هو ايه، الاموال دي ان هي يصرفها على عياه اللي هو الربو. كان يعني لدرجة انه بيقول اموالي ديت، بس انا احس عايز اخد نفسي. والاموال دي يعني مات فقير، صرفها على العيا والمرض، بما معنى احنا بنقول كده. فهنا بقى لما ابتدى بقى 12 سنة، الطبيب طلب منه اللي بيعالجه ان هو ما يشتغلش. وكانت اخر حاجة عملها مع عفريتة اسماعيل ياسين 1954. فضل 12 سنة لغاية ما مات 1966 ما يعملش ولا يشتغل، علشان بسبب مرض الربو دوت، وان الطبيب امره بكده. مات فقير فوق السطوح في القلعة. شموا ريحته الجيران، رغم ان هما كانوا بيساعدوه يعني على قد، يعني كانت النقابة عامله له 10 جنيه، وكانش حد بيعرف بيته ولا عنوانه، لكن النقابة عرفت بيته علشان كانت عامله له معاش 10 جنيه، والجيران كانوا عاملين له مساعدات. والجيران شموا ريحته، ولما جه اللي هو المندوب النقابة عشان يديله ال10 جنيه المعاش، قالوا له الجيران ده احنا شمينا ريحته وتوفى ومات. وهنا كانت رغم انه ما كانش بيحب حد يعرف بيته، لكن النقابة عرفت بيته عشان تقدم له المعاش. وهي دي كانت حكاية شرفنطح. ومات بمرض الربو، وصرف كل فلوسه اللي هو حوشها على مرضه. وهي دي حكاية شرفنطح بيه، وليه أسسها ومرضه وليه ما كانش عايز ينجب، وحكايته ازاي حاول ان هو يبقى عمل مسرحية الهواء، اللي كان الهواء دي علشان ينافس بيها برضو نجيب الريحاني. قلت لكم بعد كده تعاونوا مع بعض، وكان فيها اول حد كان جابه مطرب سيد درويش. وازاي كانت هي دي حكايته. توفى في 25 اكتوبر 1966 عن عمر يناهز 80 سنة بمرض الربو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عيلتي وناسي، اوعوا تنسوا تصلوا على حبيب، فضلا وليس امرا، لايك وسبسكرايب. هتوحشوني للفيديو الجديد. شكرا من القلب.